السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. صباح الفل وصباح الجمال على عيونكم. النهاردة بقى معانا فيديو جديد. يا رب كده ان شاء الله يعجبكم. النهاردة بقى قلت كده ايه، هنزل اجيب شوية حاجات كانت ناقصاني في البيت. يعني قلبت كده زي ما بيقولوا ايه كده، فتشت وشفت ايه اللي في المطبخ ناقصني، فقلت بقى انزل اجيب الحاجة اللي ناقصاني. خدت الولاد ورحت الهايبر. طبعا اول بمسك يعني بشوف في ايه في التلاجة ناقصني او في الخزين بتاعي، يعني اللي في المطبخ. الحاجات يعني طبعا بصوا انا بحاول ايه ادبر بقى الدنيا، لان مع غلو الاسعار كمان الفتره الاخيره، يعني هجيب الحاجات اللي على قدي. في حاجات انا كنت بجيبها ممكن بكميه او مش بكميه، يعني ممكن اجيب منها اقل شويه. المهم قبل كل مره قبل كل نزوله بخش اشوف طبعا ايه اللي ناقصني. لو عندي حاجات مثلا من الشهر اللي فات مش بجيبها طبعا الشهر ده، بحاول ان انا ايه ادبر دنيتي يعني واشوف ايه اللي ناقصني. المهم خدت الولاد بقى ايه، قلت كده منهم برضو فسحه ليهم يعني يمشوا شويه وكده، بعد انتوا عارفين بقى المذاكره وداخلين خلاص. الاسبوع ده في امتحانات وكده. فقلت بقى يعني اوديهم كده ايه يشموا نفسهم كده، يعني ما تاخرناش. احنا رحنا كده مسافه ساعه زمن يعني. رحنا كده لفينا شويه فايبر. بص هو في كل حاجه طبعا، بس في اسعار كده وفي اسعار كده، فانا بجيب اللي انا ايه يعني الاساسيات. مش بجيب حاجات زياده او حاجات انا مش محتاجاها. طبعا هنا دخلت على قسم الالبان، في طبعا انواع الالبان كلها اللي انت عايزاه موجود. بتنقي بقى، يعني انا الصراحه بجيب ارخص حاجه، مش هكذب عليكم يعني. بجيب يعني ايه نوع يكون رخيص شويه وعلى قد امكانياتي طبعا. وهنا طبعا قسم كمان البهارات والتوابل يعني. هنا العطاره يعني كنت عايزه اجيب برضو شويه حاجات كده كانت ناقصه. مش بكتر زي ما قلت لكم، بجيب الحاجات اللي هي الحاجات البسيطه. وهنا بقى رحت هنا على الثلاجات، الحاجات اللي بصوا اللحوم والفراخ المجمده. في كل حاجه في هايبر الصراحه يعني ان تحتاجيها. واحلى حاجه كمان ان انت مثلا هتشوفي لو في حاجات فيها حاجات عليها عروض. في حاجات عليها مثلا حاجات اسعارها حنينه، يعني تقدري تلفي ان انت تشوفي ايه الرخيص وايه اللي يعني يناسبك. تمام. غير مثلا ما تروحي تشتري من بره الحاجه مثلا هيقولك دي بقد كده هتاخديها، لكن هنا يعني انا يوميها بلف صراحه وبشوف ايه اللي مثلا انا نازله بميزانيه معينه، انا نازله مثلا معايا مبلغ معين فانا هجيب على قده. مش هقدر يعني، انا طبعا محتاجه حاجات بس هجيب على قد اللي معايا، مش هقدر ازود. وهجيب برضو الضروريات اول حاجه اللي البيت محتاجها طبعا. جبت هنا بصوا الحاجات. ما جبتش حاجات كتير، انا جبت الجبن متعوده عليها. جبت علبه نسكافيه. جبت ايه تاني، جبت كيس دقيق. جبت الحاجات بصوا يعني ما كترتش، يعني كيس دقيق ممكن يكفيني ممكن طبعا لا. يعني انا بعوزه طبعا، بس بحب اعمل للولاد ساعات كده كيكايه بالليل مثلا. اعمل لهم حاجه ياخدوها معاهم طبعا مدرسه مخبوزات وكده. ممكن اعمل لهم باتيه، ممكن اعمل لهم بيتزا ميني، بيتزا صغيره يفطروا بيها في اللانش بوكس بتاعهم. يعني حسب بقى امكانياتك بقى كل واحد بيجي. فانا حبيت طبعا اشارككم النهارده الفيديو بتاعي. يعني اوريكم برضو المشتريات والحاجة بتاعتي. يا رب الفيديو يعجبكم. طبعا لو مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسيش طبعا الاشتراك بتاعك من كلمة اشتراك اللي هي تحت الفيديو بالظبط على طول. دوسي عليها واضغطي عليها واختاري كلمة الكل منها عشان يوصلك كل جديد، وكل فيديو اعمله يوصلك اشعار بيه وتقولي رأيك فيه ايه. وطبعا ما تنسيش طبعا اللايك بتاعك والكومنت تقولي رأيك النهارده في الفيديو. بصوا بقى هنا ده قسم الشاي، يعني عامة قسم اللي هو الشاي النسكافيه، الحاجات دي المشروبات يعني عامة. تمام. جبت طبعا هنا كمان جبت ينسون. يعني بصوا جبت شوية حاجات ان شاء الله هوريها لكم في فيديو يعني منفصل بقى. لكن انا قلت اخلي الفيديو ده النهارده للهايبر كده والمشتريات تتفرجوا معايا. بصوا الولاد كان يعني عايزين يجيبوا كل حاجه اللي ما يحطها في السلad، ما اقولكوش بقى. يعني الغلطه الواحد لما بياخد ولاده معاه بجد انا بحس ان دي فسحه بالنسبه لهم، يا عيني بيبقوا قاعدين طبعا ايام الدراسه مذاكره ومن درس للمدرسه ويجي البيت هنا نتخانق عشان نذاكر. بصوا بيبقى يعني حكايه كده في البيت. الحمد لله يا رب، اكيد كل ام عارفه او حاسه باللي انا بمر بيه. فانا قلت اخرجهم يعني وكده. بس ما اقولكوش بقى عايزين يجيبوا كل حاجه، عايزين حاجات حلوه. دخلنا قسم اللي هو عند الشيبسيات كده والبسكوتات والحاجات، عايزين يجيبوا يحطوا. جبت لهم بس قلت لهم يعني في المعقول، يعني نجيب الحاجه المعقوله.
طبعا انتوا عارفين ولاد عايزين بقى ايه، عايزين ده وده وده وعصاير وعايزين ما اعرفش ايه وايه وايه وايه. قلت لهم لا ده كده، لا انا نازله يعني انا نازله عامله امكانياتي على حاجه معينه كده، انا نازله ليكم انتوا، مش هعرف اجيب حاجه ليا في البيت خالص. فلا كل واحد بصوا ليه ايه، كل واحد ليه طلبين، هجيب لكل واحد ايه حاجتين كده، حاجات خفيفه يعني بسيطه على قدنا، عشان ايه انا نازله بميزانيه معينه، وبرده في حاجات انا عايزه اجيبها للبيت، فانا كده مش هعرف اجيب حاجه للبيت. قالوا لي خلاص ايه تمام ماشي حاضر، بس على مين ما بيسمعوش برضو الكلام يعني، بس يعني حاولت برضو اراضيهم، لان زي ما قلت لكم حرام احنا في وقت مدارس وكده. وخلاص داخلين على امتحانات اللي هي شهر اكتوبر، هما هيمتحنوها الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. يعني ربنا معاهم يا رب، يوفق الولاد كلهم وينجحهم كده ويحققوا كل اللي بيتمنوه يا رب، اللهم امين كده. يعني يجعل كده تعبهم كده في ميزان حسناتهم يا رب كده، وبالنجاح دايما والتوفيق ليهم يا رب جميعا. فقلت بقى خلاص بقى انزل اجيب لهم. بصوا دخلنا هنا كان قسم الشيبسيات بقى زي ما قلت لكم والحاجات، قلت لهم كل واحد هينقي كده ايه حاجتين. بصوا كانوا واقفين بقى محتارين ينقوا ايه يعني، كان محمود عندي واقف بصوا محتار ينقي ايه مش عارف بقى. قلت له شوف انت عايز ايه، خلص يعني انجز يعني عشان نخش على حاجه تانية، نخلص اللي ورانا بدري بدري ونروح. يقول لي ماشي مش عارف، ما انا يعني واقف بقى محتار. ودخلت هنا برضو على قسم اللي هنا بقى صابون السائل المنظفات يعني وكده، جبت برضو شويه حاجات كده محتاجاها يعني، جبت برضو زي ما قلت لكم الاساسيات. ان شاء الله هوريها لكم كده في فيديو، واعمل لكم فيديو يعني بمشتريات بقى الشهر كلها ان انا جبتها من الهايبر واوريكم. بصوا هنا بقى ايه يعني احلى حاجه ان بصوا صابون السائل ده انواع اشكال، تختاري بقى ايه حسب امكانياتك يعني. على حاجه في الهايبر ان هو فيه الانواع كلها، فيه الحاجات كلها المتاحه عندك، فجيبي بقى كل واحد حسب امكانياته وكده. جبت الصراحه يعني ان انا محتاجاه او اللي كان ناقصني في البيت يعني. انا ما يعني مؤخرا بعد زي ما قلت لكم الاسعار ما علت، انا ما بجيبش بزياده يعني، بجيب حاجات كده ايه صغيره مثلا، حاجات على قد يعني، عشان ما تتبقاش للشهر الجاي وكده، وما استخدمهاش او حاجه. بصوا بقى كانت هنا العجله، لميت الحاجه اللي انا عايزاها كده. بصوا جبت طبعا الحاجات دي كده. كنا رايحين تقريبا رايحين نحاسب بقى كده خلاص تقريبا بس كنت انا ماسكاه من قدام، وهو ابني بقول له شدها لي بقى من قدام عشان انا كنتش قادره. يا دوبك كنا رايحين نحاسب. بصوا حاسبنا بقى كده هنا، وكنا خلاص كده مروحين. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم كده، وكان فيديو خفيف عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا النهارده الفيديو طبعا لايك وشير، ولو اول مره بتنوروني في قناتي وبتشرفيني فيها متنسيش اشتراك، من كلمه اشتراك وتفعيل الجرس، وسيبي لي كومنت حلو كده ودعوه حلوه من قلبك كده، واللايك بتاعك الجميل. استنوني بقى في فيديو مشتريات ان شاء الله بقى ايه، لما اروح البيت بقى كده هصور لكم كل اللي انا جبته. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.